بعد 47 يوما من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، تصل الأوضاع إلى أول هدنة إنسانية 4 أيام إلى 5 من وقف إطلاق النار باتفاق بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، ستخفض التصعيد وتوقف نزيف الدماء وتوفر حماية مؤقتة للمدنيين، ولكنها غير كافية لعودة الحياة إلى طبيعتها حسب متتبعين. بالتأكيد 4 أيام و5 أيام لا تكفي، إنما هذا أفضل ممكن الآن ضمن هذا الحرب العدوانية التي تشن من قبل الاحتلال الإسرائيلي. إلى ذلك ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر بعد تفاقم الأزمات على سكان غزة من تقتيل وتجويع بسبب نفاذ الوقود والماء والغذاء وانقطاع للكهرباء. فهل هي بداية الخروج من الوضع اللا إنساني؟ ضمن سياق الاتفاق هو إدخال حوالي 300 شاحنة يوميا، وبالتأكيد هذه الكمية لا تكفي لسد الرمق. من المعتاد في الأيام العادية في أيام السلم يوميا كان يدخل إلى قطاع غزة حوالي 500 شاحنة، فكيف بعد حصار دام 46 يوما وقصف وتدمير ومنع دخول أي شيء، وسبقه 17 عاما من الحصار؟ وبالتالي كل هذه الكميات المطروحة الآن بالتأكيد لن تحل المشكلة الإنسانية. وسط آمال بالانتقال من الهدنة القصيرة إلى وقف شامل لآلة الحرب تصارع غزة من أجل العودة إلى حياتها الطبيعية، فليس من السهل تضميد جروح إبادة حربية خلفت ما يزيد عن 14,000 شهيد والنهوض على أنقاض أزيد من 45% من الوحدات السكنية المدمرة.